السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. ورجعت لكم فيديو جديد ومفيد كالعادة. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على الثبات الشتوي او البيات الشتوي. بصراحة الفيديو طلب مني وطلباتكم اوامر، طلب مني ان انا اعمل فيديو الطريقة الصحيحة للتعامل مع السلاحف في الشتاء. وان شاء الله هنتكلم النهاردة بكل تفاصيل ازاي نقدر نجهز السلحفة للبيات الشتوي، واثناء البيات الشتوي هنعمل ايه للسلاحف عشان نخرج باذن الله من موسم الشتاء بسلاحف كويسة بصحة كويسة بدون اي مضاعفات. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه وسلم، ونذكر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وندخل على الفيديو بتاعنا على طول. يا ريت حضراتكم تصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، وكمان ما تنسوش تعملوا لي اللايك الحلو اللي بيشجعني وبيخليني مستمرة. طبعا اللايك مش هيكلفكم حاجة، كل اللي هيكلفه لكم ان انتوا بس تضغطوا على اللايك، وده شيء بيحسسني ان الفيديو مهم وانه عجب حضراتكم. اوكي. طبعا بعض الحيوانات بتلجأ للبيات الشتوي لما طبعا الأجواء الشتوية بتبقى قاسية قوي، أو الجو بيبقى برد قوي والأكل بيقل والمية بتقل، فبعض الحيوانات بتلجأ للبيات الشتوي ومن ضمنها السلاحف. تمام. طيب السلاحف بتعمل بيات شتوي يا طنط نانا؟ ايوه، السلاحف بتعمل بيات شتوي لان السلاحف من ذوات الدم البارد وبتتأثر جدا بدرجة الحرارة او درجة البرودة. فاول ما الشتاء بيدخل السلاحف بتعمل بيات شتوي. طب كل السلاحف بتعمل بيات شتوي يا طنط نانا؟ لا بصراحة مش كل السلاحف بتعمل بيات شتوي، على حسب قربها من خط الاستواء أو بعدها عن خط الاستواء، وعلى حسب البلاد اللي موجودة فيها هل درجة البرودة فيها عالية ولا متوسطة. احنا مثلا عندنا في مصر مفيش بيات شتوي للسلاحف. وبيتهيألي أنا عاملة القناة بقالي حوالي 5 سنين، وكنت بصور لكم سلاحفي دايما بتاكل في الشتاء وبشمسها وكل حاجة، برغم ان في بلاد تانية بيبقى عندهم السلاحف رافضة الأكل وداخلة في ثبات تام. اوكي. فهنرجع ونقول على حسب درجة حرارة البلد او البرودة بتاعة البلد، السلاحف اوتوماتيك بقى بتبتدي تجهز نفسها للثبات الشتوي. طيب احنا المفروض نعمل ايه يا طنط نانا عشان السلحفة بتاعتنا هتدخل في ثبات شتوي؟ نعمل ايه؟ طبعا السلاحف بتبقى محتاجة ان هي تاكل كمية كبيرة عن الكمية المعتادة ان هي بتاكلها، عشان طبعا بتخزنها في جسمها وبتتحول لدهون، وكمان تبقى محتاجة لفيتامين A، لانه بيتحول بيتخزن في الانسجه وفي الكبد وبتستهلكه اثناء فتره الثبات. فاحنا المفروض نقدم لها وجبات تكون فيها كميه كويسه من فيتامين A، زي الجزر المبشور زي ما حضراتكم شايفين كده، انا حاطه لهم جزر مبشور. وكمان الخس برضو من الوجبات الكويسه واللي المفروض نقدمها للسلاحف قبل دخولها للشتاء. كمان ممكن نقدم بعض التفاح، ولو البرسيم متواجد برضو نقدم لهم برسيم. كل ده بيساعد جسمهم على ان هم يخزنوا الحاجات دي في الانسجه وفي الكبد، وكمان بيطلعوا من الثبات سبحان الله بصحه كويسه وصحه وصحه سليمه. طبعا جهاز المناعه عند السلاحف بيتوقف تماما اثناء فتره الثبات، وده للأسف الشديد بيعرضها لأمراض كتير جدا. فاحنا طبعا لازم قبل ما السلحفة تدخل في الثبات لازم نتأكد ان السلحفة كويسة جدا جدا، صحتها شهيتها مفيش ورم في عينيها، ما يكونش مثلا لا قدر الله عندها ديدان، عندها اي حاجة تأثر على صحتها أثناء الثبات. طبعا أنا بتكلم على البلاد اللي السلاحف بتدخل فيها في الثبات الشتوي، أما في مصر ما في ثبات أو بيات شتوي يا جماعة. أوكي. أنا بشرح ده للناس اللي عندهم بيات إن السلاحف بتدخل في البيات الشتوي. أوكي. فطبعا بنهتم جدا بالجزر. كمان السلاحف بتبقى عايزة تاكل كميات كبيرة جدا عشان توصل لوزن معين، عشان الوزن ده هيساعدها
في مرحلة الثبات. طيب لو السلحفة كانت رافضة الأكل والسلحفة كانت مريضة، تأكدوا إن هي هتطلع من مرحلة الثبات للأسف الشديد مرضانة أكتر، وكمان للأسف الشديد ممكن تموت. طبعا لو إحنا عندنا بيطري متخصص في السلاحف ممكن ناخد السلحفة نعرضها عليه ونقول له يعمل لنا فحص شامل للسلحفة، ونشوف فعلا السلحفة يعني كويسة ولا مريضة ولا صحتها تمام، عشان طبعا تقدر تستحمل درجات البرودة. وزي ما قلت لحضراتكم ان جهاز المناعة بيتوقف تماما، وده بيخليها عرضة لأي مرض. لو احنا بقى عملنا الخطوات اللي بقول لحضراتكم عليها، ان احنا نقدم لها طعام غني بفيتامين A، اللي هو زي ما قلت لحضراتكم جزر مبشور، ممكن خس، ممكن تفاح، ممكن برسيم، ممكن قرع. الحاجات دي كلها بتفيدها جدا جدا في موضوع الثبات. كمان لو عندي السلحفة دخلت في ثبات لازم اعمل لها فحص كل اسبوع او كل اسبوعين، اتأكد ان السلحفة عايشة ما ماتتش، لان في للأسف الشديد بعض السلاحف فترة الثبات بتموت. اوكي. وكمان لازم ابقى مأمنة عليها كويس جدا وضامنة ان مفيش اي حيوانات مفترسة ممكن تدخل تفترسها وهي نايمة. طبعا في الطبيعة السلاحف بتبتدي تدور على جحور ويعني واحيانا بيدفنوا نفسهم تحت التراب، عشان طبعا اي حاجه ما تشوفهاش، اي حيوانات مفترسه يعني ما تشوفهاش، فبيخبوا نفسهم يا تحت اوراق الشجر يا تحت التراب، يا بيدخلوا في اي حفره او اي جحر او كده. يعني سبحان الله ربنا طبعا بيلهمهم وهم بيبقوا مأقلمين نفسهم على الحاجات دي. طب احنا لو مربينها عندنا في المنزل بنوفر لها الحاجات اللي بقول لحضراتكم عليها دي. طيب لو احنا بقى مش عايزين السلحفة بتاعتنا تدخل في بيات شتوي، بنعمل ايه؟ بنجيب لها لمبة اسمها لمبة سيراميك. اللمبة دي للتدفئة بعكس اللمبة اليو في بي. لمبة يو في بي دي بديلة الشمس، عشان طبعا معظم برضو الناس بيشتكوا ويقولوا الشمس ما بتدخلش عندنا في الشتاء. طب نعمل ايه؟ طبعا الشمس مهمة جدا، بيطري بيزور السلحفة يوميا. لو ما عندناش شمس بنجيب لمبة يو في بي. طيب لو احنا الجو عندنا برد جدا ومش عايزين السلحفة تدخل في بيات شتوي، خصوصا وبأكد السلاحف الفأس اللي قدام حضراتكم دي بتبقى محتاجة تدفئة جدا 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 في الشتاء. وسبق وعملت لحضراتكم السنة اللي فاتت فيديو لما كانوا تعبانين جدا من البرد وكانوا مشددين، وانا افتكرتهم ماتوا ووريتكم نتعامل معاهم ازاي. فالسلاحف الصغيرة بتبقى محتاجة اللمبة السيراميك ضروري جدا، او ان احنا نوفر لهم درجة حرارة مناسبة عشان ما يدخلوش في ثبات شتوي، لانهم طبعا استحالة يستحملوا البيات الشتوي او الثبات الشتوي. تمام. طبعا اللي عنده سلحفة لازم يجمع معلومات كويسة جدا جدا على موضوع مرحلة الثبات ده، عشان نطلع زي ما قلت لحضراتكم كده بسلاحف سليمة، والموسم يعدي، موسم الشتاء ده يعدي عليهم بخير. وطبعا أول ما موسم الشتاء بيروح بيبتدوا طبعا يصحوا بقى من البيات ويبتدوا يحصل بينهم التزاوج والبيض والفأس. وربنا يا رب يجعل الموسم الجاي موسم خير على الجميع. بحبكم في الله. إذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديوهات أكتر وأكتر. هستنى اللايك منكم، وهستنى الكومنتات الجميلة اللي بترفع من روحي المعنوية وبتشجعني إن أنا أستمر. وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم.